السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه داروها البنات في الحصه اللي دازت. نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم، وحتى نتوما تجربوها في ديوركم، علاش لا. هنا عندي 200 غرام تاع الزبده بحراره الغرفه، تكون لينه. نزيد معها 2 بيضات، واحد القرصان تاع الملح بطبيعه الحال، وكان تخلطوا مزيان مزيان هذاك الخليط حتى تنسجم الزبده والبيض، وكاس تاع السكر سنيده. ومن بعد نزيد هاد الزلافه نتاع الزبيب مقطع، نقول يكون ديك المهم زلافه صغيره، ما تكثروش بزاف، من 50 غرام لتحت، ما تزيدوش كتر من 50 غرام. وغادي نديرو اللوز حتى هو يكون مقطع هكذا، حتى هو ديرو من 50 غرام حتى ل 100 غرام. يعني كان عندك وباغيه ديري اللوز مزيان فيها، ديري حتى ل 100 غرام. انا كنبسط لكم هكا، انا درت 2 زلايف هادو نتاع اللوز. وهذه حصه كانت تاع البنات، هما راهم كيحضروها هاد الفقاس الصغير. وهنا بغيتو تزيدوا لافاني اللي بغيتو ديروا لافاني ولا لافاني تاع الزهر، زهره البرتقال اللي كيعجبكم المذاق ديروه. ونخلطوا مزيان، وغادي نزيدوا الزيت 4 كاس تاع الزيت او 3 معالق. هنا البنات بغاو يعرفوا حتى بالمعلقه، وانا كنعبر لهم يعني باش اللي بغا دير بالمعلقه اللي بغا دير بالكاس. ونخلطوا. صدقوني هاد الفقاس كيجي زوين بزاف بزاف وما تشبعوش منه، بقاو تاكلوا وتعاودوا. وهنا غنزيدوا الطحين شويه بشويه حتى تجمع معنا، يتجمع معنا العجين. وهذا الخليط ملي غادي نكملو غنديرو حراب الرقاق ونديروهم في فريكو. ضروري ما تخليوهم يجمدوا مزيان مزيان باش ما تقطعوهم ما يعذبوكمش. حنا هنا في الحصه اللي ضيق الوقت ما خليناهمش يبردوا بزاف، كنا كنقطعوهم بداو ما كيتقطعوناش مزيان يعني. ولكن نتوما ملي غتخليوهم يجمدوا مزيان مزيان غادي تطلع معكم نتيجه مزيانه وغادي يتقطعوا مزيان. هنا الخليط يكون هكذا يعني تقريبا الفرينه كياخذ حتى 600 غرام 650 غرام، نتوما على حسب نوعيه الفرينه اللي غادي تخدموا. وصافي، وغادي نقطعوه هنا بعد ما حيدناه بالثلاجه. ها هما فين الحرابل، غادي نقراهم يقطعوهم البنات بهذه الطريقه، ويستفوهم في الصنوات في اللاطات. ومن بعد ندخلوه للفران، يكون نار شويه مهيله، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى يتحمروا ويتقرملوا باش يجيو زوينين. ونتمنى تجربوا هذه الوصفه حتى نتوما وغادي تعجبكم، انا متاكده. وراها سهله بزاف بزاف، ماشي صعيبه. وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء هذا الفيديو، ما تنساوش لي لايك والبارطاج. وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.